مبارياته من افضل مبارياته. طبعا عمل ماتش كويس جدا. طبعا. لكن ده انت ما بتشوفش ان ده سبب؟ لا. اوكي، رايك يا استاذ عمرو؟ لا، مؤكد طبعا سبب، ومؤكد سبب طبعا. ليه؟ اي فريق كوره بيحس اللعيبه ان في تفاوت في العقوبات وفي ظلم بيحصل اللي حصل. انا شايف ان عوده امام عاشور اللي خد اسبوع ايقاف على لا الاهلي ما اعلنش عن يا كده. عمرو انت اكمل. طيب انا اقول اللي انا عايزه وبعدين انت قول عقب عليا. طب قول امام عاشور خد اسبوع عقوبه، بعد 4 ايام رجع. كهربا رحلوه بعد اسبوع رجع تاني ولعب وشارك. كل دي حاجات بتاثر في نفسيه اللعيبه. كل ده بص، العدل اساس الملك. العدل لما بتعمل عدل ما بين المدرب اللي بيعمل عدل بيكسب فرقته بتكسب. طب ليه يا عمرو كلكم بتقفوا عند امام عاشور وكهربا؟ ما في لعيبه كتير في النادي الاهلي بتتعاقب. طب ما قول لي مين؟ هقول لك احمد عبد القادر عمل موقف سيء جدا مع كولر، وتعاقب ورجع لعب على طول. ايوه لعب. قفشه عمل موقف سلبي موقفين جدا. قفشه عمل موقفين ولعب يا عمرو. اتعاقب. لا ويمكن اتعاقب. ممكن ثانيه واحده بس، احنا ما بنتكلمش على العقوبه ايه. انا بتكلم ان انا اديتك مثلا عقوبه مليون جنيه، يبقى مليون جنيه. لا يعني قفشه خد عقوبه، خدها ونفذها خلاص. وانت مين قال لكن انت تديله عقوبه مليون جنيه وبعدين تخفضها يا سيدي؟ تديله عقوبه اسبوع وبعدين تخفضها. ما كانش في عقوبه اصلا، ما كانش في عقوبه ايقاف اصلا. قول اللي تقوله انت، قول اللي تقوله. انا بقول لك ده اللي احنا نعرفه. ده تعرفه منين؟ ده أيوة. اللي وصل للاعلام. أيوة. انا مالي وصل منين؟ من عندكم، من معسكركم. اي فتي تصدقوه من معسكركم طلع. ماليش علاقه. يعني النادي الاهلي هيقول لك احنا عاقبنا اللاعب. انا ماليش علاقه. انا ده اللي شايفه. ده اللي على هواكم. لا مش هوايا. لا ده اللي على هواك. مش هيفرق معايا ايه كهربا او امام عاشور؟ لا ده المستهدف. لا المستهدف الحقيقي امام عاشور وكهربا من اعلام الزمالك. اكتر 2 لعيبه مستهدفين طبعا اعلاميين وجماهيريين بشكل غير عادي. الناس يعني كل التركيز على الاثنين دول بس. ده انت تقعد مع اي ناقد رياضي زملكاوي ما عندوش غير امام عاشور وكهربا، امام عاشور وكهربا، امام عاشور يعني ما يقولكش مثلا ان قفشه اتعاقب، ما يقولكش ان احمد عبد اتعاقب، ما يقولكش ان وعبد الله السعيد ما كانش مستهدف. صح؟ مستهدف من مين؟ من اي حد. ما كنتوش مستهدفين عبد الله السعيد. النادي هو اللي استغنى عنه. لا انا بسالك سؤال، ما كانش مستهدف عبد الله السعيد. مستهدف من مين؟ صح؟ عبد الله السعيد بيحظى باحترام جماهير النادي الاهلي. انا مش عايز يعني اتكلم في كلام يخليني ازعل الناس، فمش عايز اتكلم. تزعل مين؟ ازعل اي حد؟ مش عايز ازعل حد خلاص بقى. يعني عبد الله السعيد ده كان مستهدف بدليل ان معلق شهير جدا اتكلم عليه وقال لك ولما ظهر في الفيلد باك ده بتاعه، ظهر قال لك انا كنت بدوس فيه عليه. مش ده طلع كلام؟ طلع. ما شاء الله ما شفتش حاجه. يعني خلاص مش موضوعنا. يعني اقصد في لعيبه كتير مستهدفه. انا ما يهمنيش مين يستهدف مين، انا بتكلم في واقع. ايه اللي حصل في الواقع؟ ماليش دعوه مين بيستهدف مين. انا بتكلم في واقع. هل اللي انا بقوله ده ما حصلش؟ حصل. هل عقوبه كهربا ما اتخفضتش؟ اتخفضت. هل عقوبه امام عاشور ما اتخفضتش؟ اتخفضت. فبالتالي انا بتكلم في واقعتين حصلوا. ايا كان امام ما اتخفضتش خالص. انا بقول لك ما اعرفش ازاي هو بيقول ازاي يعني. وبعد كده الاعلان يعني كهربا اتخفضت وبعد كده النادي الاهلي هو اللي اعلن عن تخفيض العقوبه. طيب. يعني النادي الاهلي ما بيسحبهاش. يعني انت عايز تفهمني انت شايف يعني دي من اسباب ما رجعش في كلامه في موضوع امام عاشور ولا خالص؟ ما كانش في ما تعادل رجعه يا عمرو. انتوا نسكتوا من خيال قصه ايقاف اللاعب احنا بنمسك من الخيال. خلاص انتوا حلوين وممتازين وهيكم اتعادلتوا الماتش بسبب الظلم اللي انا شايفه. انا غلط انت صح. خلاص وجهه نظرك دي. انا وجهه نظر. طيب.